مين فينا مش بيحب البفتيك؟ طبعا كلنا بنحب البفتيك. البفتيك دي أكلة الملوك. النهاردة عملتها بطريقة هتعجبكم قوي، وعليها كمان تكتين هيودوا اللحمة وطعم البفتيك في حتة تانية خالص. يلا بينا نشوف الطريقة. سموا الله وصلوا على الرسول، ويلا بينا نشوف هنعمل أول خطوة في البفتيك ايه. فردته كده على البلانشة بالمدق بتاع البفتيك، هدقه بالناحية دي علشان أضمن إن التتبيلة هتدخل. هدقه دقه خفيفه، انا مخليه برضو دقهولي دقه خفيفه خالص لان انا بحب اللحمه تبقى فيها سماكه. بصي هي الدقه دي كده بس، انا كاني بفتح اللحمه. بصي شايفه اللحمه متفتحه كده. زي ما اتفقنا هندق كل الكميه، وهشوف القطعه اللي الاقيها كبيره هقطعها نصين. على فكره انت ممكن تجيبيه، احيان كتير بجيبه مش مدقوق وانا اللي بدقه. هنبدأ نظبط حجمه. انا هقطعها كده اهي، وراعي انها برضو بتكش. دي صغيرة، احيانا تجيني القطعة مظبوطة متساوية، واحيانا تاني بحس ان الولد اللي قطعها لي يعني مش ظابط ايده. هي كده كده بتكش، بس انا هقطع منها عشان يعني اعرف احسها انها هي مظبوطة. اول خطوة في التتبيلة طبعا واحدة بصلة هقطعها كده في الكبة او ابشريها. انا الصراحة ما بقدرش من البصل، لازم يعني اعملها في الكبة. هفرمها ناعم واجيلكم. فرمت البصل، هبدأ عشان ينزل ميته هرش عليه كده حبة ملح بسيطة خالص، وهبدأ انزل ميته. هو خلاص اوريدي الملح يعني بعد ما رشيته المية بدأت تنزل. احنا عايزين المية بتاعة البصل، يعني البفتيك بيتبل بمية البصل. فينا مية البصل وشلت التفل بتاع البصل، طبعا هستخدمه في حاجات تانية في اي وقت. هنبدأ نعمل بقى تتبيلة البفتيك. اول حاجة واحدة بيضة، لو هتعملي كيلو هياخد بيضتين. هتضربيها كده مع مية البصل. بسم الله. هننزل بالتوابل بتاعتنا، ملح، فلفل اسود، وهنزل بربع كوباية قصدي ربع معلقة كركم عشان المناعة، يعني مجرد بزود بيه المناعة. وهقلب كده. هنزل بنص معلقة كمون في التتبيلة دي. انا الله يجازي خير الشيف اللي هي قالتها قبل كده وعملتها، الصراحة من يوم ما بقيت بعملها ما تستغربوش طعم الكمون في اللحم، والله بيديها نكهة حلوة قوي. هقلب كده. خلاص انا قلبت التوابل مع الميكس ده كله. هنزل بحوالي نص كوباية دقيق او على حسب يعني السوائل اللي معاكي. انا عايزاها ما تبقاش سايله قوي، تبقى شبه عجينه القرنبيط كده. هقلب. انا عملت التتبيله كده بالدقيق، خليتها عجينه سايله بس متماسكه زي عجينه القرنبيط، يعني بالظبط نفس التماسك بتاع عجينه القرنبيط. هبدا احط اللحمه كده
بصي انا بعيد عن التصوير بحطهم كلهم في قلب البولة وبقلب، بس انا عشان التصوير يعني هوريكي كده. هتبقى كده، بصي هتبقى كده، تبقى متماسكة عليها كده. اهي. لازم العجينة تبقى ماسكة في اللحمة كده، حتى لما تتصفى بتبقى ماسكة. اهي. خلصنا التتبيلة كلها على اللحمة. هركنها كما كده في التلاجة حوالي ساعتين 3. عايزة تبيتيها براحتك يا ست الكل، يعني كل ما تقعد التتبيلة دي في اللحمة كل ما يبان طعمها وتتماسك اكتر. ركنتها في التلاجة حوالي 3 ساعات او اكتر. هنعمل الخطوة اللي بعد كده. انا حطيتهم كلهم في نفس البولة اللي انا عملت فيها التتبيلة. هنيجي للخطوة اللي قبل البقسماط مباشرة، وهنزل بنص عصير ليمون كده. لو عاملة كيلو اعملي يعني ليمونة كاملة، اعصري ليمونة كاملة. نص الليمونة اللي عصرناها هنا في التتبيلة وعلى اللحمة بتدي طعم اللحمة مزازة حلوة قوي. وصلنا لمرحلة البقسماط. حطي كده في صينية احسن عشان تعرفي تضغطي براحتك وتعملي براحتك اللحمة في الكفر. باخد كده، معلش انا اسفة مش لابسة جوانتي، بس انا مش بعرف اشتغل بيه في الحاجات اللي زي كده، لان يعني بغسل ايدي كل شوية. بصي بتضغطي كده، اهم حاجة تضغطي. لما بتحطي البقسماط في صينية بتبقى براحتك. شايفة التتبيلة ماسكة فيها ازاي؟ في طاسة غويطة كده نزلت بزيت غزير فيها. هسخنها يبقى الزيت سخن لكن مش مولع، وعلى درجة نار متوسطة. هنزل باللحمة او بالبفتيك. يعني الطاسة ممكن تاخد 2 بس، مش هتاخد اكتر من كده. لو نزلنا بالبفتيك في زيت سخن او مولع البفتيك هيتحروق ومش هيبقى له يعني شكل او طعم كده مظبوط. انا بخليها تتشمع كده على النار وبعد كده ببدا اقلب فيها. بقلب كده، بحب اقلبها كده وهي متشمعه، واحاول اظبط درجه اللون بتاعها مع السوا. بصي درجه اللون اللي انا عايزاها، اللون الذهبي ده حلو. شايفه الكفر مظبوط كده خالص معايا. انا بطلع على شبكه، انتي ممكن تطلعي على مناديل على شبكه براحتك يعني المتاح معاكي، بس انا بحب اطلع على الشبكه عشان اصفي. هننزل بتاني واحده، يعني تاني طاسه. انا الطاسه عندي زي ما قلت لكم بحب اخليها يعني ايه فيها براح.
بحط 2 بس عشان يستووا براحتهم. هي دقيقة اللحمة تتشمع او البفتيك يتشمع، وبقلب فيه كل شوية على ناحية. بس اللون، هو اللون الحلو ده الذهبي، شايفة؟ بصي يعني بسم الله ما شاء الله، الكفر ماسك اهو. نقطع كده ونشوف. بصي بعد ما قطعناها، شايفة الكفر ماسك ازاي؟ يعني الكفر ماسك في الأنسجة بتاعتها. بصي بسم الله ما شاء الله، واللحمة مستوية. اعمليها بالطريقة دي ومش هتندمي خالص. التوابل براحتك، لو عايزة تشيلي الكركم شيليه، انا مجرد الكركم حطها تعزيز يعني للمناعة. بسم الله ما شاء الله، يعني حتى الكمية حلوة قوي. الزيت بعد ما خلصت برضو الزيت نضيف خالص. هجيب كده بقية الكمية. بسم الله. الحمد لله كلها ماسكة بالنسبة لي. مش استحالة يعني اغير الطريقة دي في البفتيك. ده نص الكيلو اللي انا عملته. تقدري انت تضعفي المقادير بتاعه التتبيله وتعملي كيلو. هيحتاج معاكي كوبايه دقيق، وهيحتاج معاكي بيضتين، والتوابل على حسب رغبتك في الكميه. نص معلقه الكمون ونص الليمونه اللي اتعصرت على اللحمه بتوديها في حته تانية خالص، حلوه قوي. استحاله يعني هتبطليها لما تجربي. بدي ادوق، بدي ادوق. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تحفه، تحفه، لازم يطلع تحفه. انا اللي عاملاه، واكيد هيطلع احلى واحلى لما تعمليه وتجربيه بالطريقه دي. وبكده هنكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك الحلو من ايدك عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.